القضية الثانية مع امرأة من الجزائر العاصمة بعد قرصنة حسابها تحلت بالشجاعة وتوجهت مباشرة إلى مصالح الأمن الوطني لإيداع شكوى مفادها قرصنة حسابها الإلكتروني متبوعا بتهمة الابتزاز والتهديد. مدام مرحبا بك. الله يسلمك حضرات. واش عندك اكزاكتومون باش جيت عندنا الفرقه؟ جيت نديبوزي اون بلاinte contre une personne que je connais pas. Apparemment ils m'ont piraté. وكم انا عندي ان كونت فيسبوك نتواصل به مع راجلي عايش في ليترونجي. صافي 3 جور ولا 2 جور رحت نسيي باش ناكسيدي الكونت تاعي باش نهضر معاه ما قدرتش. الانستون ميم عيطت لي لا فرونجين قالت لي شوفي راهم بعثوا لي بالكونت تاعك ان ميساج ابارامون ماشي نتيا او اون بيرسون تقول لي بلي عندي لي فوتو تاع اختك اون توني تاع الدار، يعني بحوايج تاع الدار ماشي بحوايجي تاع الزنقه انا متحجبه. قالت لي قول لها تعطيني 10 ملاين سينون جو في ديفوزي لي فوتو جو في لي موديفيي. داكور. رحت للستركتور باني قدام الدار وين نسكن وجهوني لهنا قالوا لي هنا ماشي الاختصاص تاعنا، كاينه فرقه راهي مختصه بالجريمه المعلوماتيه، راني جيت عندكم بور ديبوزي بلات اوفيسيال. داكور مدام يا با بروبليم، معك المحقق راح ياخذ الاقوال تاعك الشكوى تاعك وان شاء الله اون في لو نيسيسير بور ديتيرميني اكزاكتومون لوتور دو سيت. ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. مرحبا ما كاش مشكل. مام الانسان هدايا وما حبش او غير يبعث في لي ميساج هذا وين زاد بعث لي قالت لي زاد بعث لي ميساج il insiste pour l'argent. apparemment il a contacté pas mal de fois الاخت تاعك pas mal de fois. واش الهدف تاعو؟ الهدف تاعو دراهم، قال لها تعطيني دراهم سينو تصاور لي راهم عندي جو في لي موديفي وندير لها مشكل مع لا فامي مع الزوج تاعها. صح. دوكا راح ياخذ الاقوال تاعك على محضر وباذن الله نفتحوا تحقيق في هذه القضيه ان شاء الله وتكون نتائج ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله حضرات ان شاء الله يعطيك الصحه. من فضلك بك بطاقه الهويه. بيان سور. تفضل. شكرا يزيد فضلك. قولي لي مدام وقتاش ديكوفريتي بلي لو كونت تاعك هايتي بيراتي؟ كيما سبق لي وقلت الحضارات مقبله افونتيير لو البارح في الليل كالعاده نكونيكتي مع راجلي اللي عايش في ليترونجي. داكور. قلت ندخل الكونت تاعي عاودت الموت باس والو كي ما درت والو يعني ما كاش ما قدرتش. داكور. انستون ملي كنت انا نسيي ناكسيدي للكونت فيسبوك تاعي عيطت لي اختي قالت لي شوفي قالت لي كاين واحد راه هضر بالفيسبوك تاعك وباين ماشي نتيا، قالت لي راهو يقول لك تعطيني 10 ملاين سينو التصاور تاعك اللي كانوا في كنتي ديرتهم في الفيسبوك مصوره في الدار مع دراري وكامل بحوايجي تاع الدار. اوكي. كوم انا متحجبه يعني تصاور كيما هادو يفو با يخرجوا. بيان سور. الا قال لها قولي لها تعطيني 10 ملاين سينو لي فوتو جو في لي موديفيي ونبعثهم ونبهدلها مع لا فامي ومع الناس. اوكي. قولي لي مدام وي. ما كان حتى واحد يعرف المود باس تاعك ولا؟ لا 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 عندي ولادي صغار وعندي اللابتوب تاعي لي سيكوريزي باغ ان مود باس. داكور. ميم كي نيتيليزي لا 3 جي في التليفون تاعي تانيك عندي المود باس ما كاش اللي يستعملوا. لا ميم لا فرونجي طوماري والو؟ لا داكور. حضرت معليش نرد التليفون. معليش قولي لي بك واسمو الفيسبوك تاعك ومن بعد ريبوندي. اسمه نور الهدى. داكور تفضلي ريبوندي. صح. الو وي ما كاش منها دوكا راني عند لابوليس جوستومون جيت باش نديبوزي بلانت. كوبي دوك نوري للشاف دوك نوري له لي ميساج بعتيهم لي يعطيك الصحه. داكور صحه حضرات. هاو دوك زاد بعثت لها بعثت لي هي بعثتهم لي في الفايبر لي كابتور. وي شوفي دقيقه. تفضل. داكور. كوم انا دوك راني بلا فيسبوك هي بعثتهم لي في الفايبر هنا ادخل لابليكاسيون تاع الفايبر تلقاهم. اوكي مدام شوفي احنا مدام على كل حال دوك نديروا لك محضر نسمعوا الاقوال تاعك ناخذوا بيان لي ديتاي ومن بعد عندنا يسير دو في دوك التما في هذه اللحظه اللي راني فيها هنا عندكم هو راهو يستعمل في الكونت. ما كاش مشكل با بروبليم ما تقلقيش. دوك عندنا يسير دو في نزيدوا تروحي لتما وكاينين ايكيب تكنيك هي دوك تتكفل بالامر. يعطيك الصحه. تصور بيرسونال يعني قصدي تصور بيرسونال فاميليال ما كاش يعني صور محتشمه عاديه بلا خيمه يعني تقدر بالحوايج تاع الدار. داكور. وما قالهاش لا فرونجي تاعك اسكو ما قالهاش انه نضروا ولا قالها تالور ولا تال دات نتلاقى بك كيفاش تجيب لي لا قالها كي نزيد نبعث لك لي ميساج الا ما جبتوليش دراهم راني نقول لكم واش راح ندير. دوكا مازال ما حددلهاش لوندغوا وين. داكور ما كاش مشكل.
مي قالت لي ما حبش، قالت لي راه غير يبعث لي في لي ميساج. اوكي مدام. بعد سماعها من طرف الفرقة المختصة وتحرير محضر، تم مباشرة وضع ملفها تحت المتابعة والمراقبة. ابارامون بيرات لها الفيسبوك تاعها بدي مناصي فيها فوالا. هاوليك الاخر بدا لو طرافاي تاعك رابيدمون. حاليا رانا متواجدين بالخليه، خليه اليقظه والشهر التقني. دور هذه الخليه في الفرقه هو متابعه وتتبع كل المحتويات غير القانونيه التي يتم تداولها على الشبكه العنكبوتيه، كما لها دور في الابحاث التقنيه على مستوى الشبكه لحل القضايا المسجله على مستوى الفرقه من اجل حلها وتحديد الفاعلين في هذه القضايا. من جهة أخرى فإن دور هذه القضية الخلية هو مساعدة المصالح النشطة في الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر من أجل حل القضايا المطروحة على مستواها. سي بون ايدونتيفي وين لوندروا؟ باش جراح. فيما يخص الشكوى اللي تقدمت بها السيدة بخصوص تعرض حسابها الإلكتروني إلى القرصنة من طرف مجهول، قمنا على الفور بعملية معاينة للحساب الإلكتروني، هذا من جهة، ومن جهة ثانية وبالمساعدة التقنية للعناصر العاملة بهذه الخلية، وهذا من أجل تحديد مكان تواجد الفاعل من خلال ارتباطه بشبكة الانترنت، ما يمكننا من التنقل وإيقاف الفاعل. سي بون شاف جي ايدونتيفي لوتور او مستوى بن جراح سي بالكافي. داكور حي باش جراح. داكور تما دوك يشوفوا الجماعة باش نتنقلوا تما سير بلاص. صح. تتبعنا القضية معه، وبعد يومين من إيداعها الشكوى كشفت مصالح الأمن بوادر الجريمة، وبدأت علامات الجاني تتضح عندهم. بون مدام رانا كاين لوتور هنا، حبينا نتاكدوا من الصفحه الشخصيه نتاعك اسكو هي ولا ماشي هي، تقدر تشوفي تقول لنا اسكو هي. وي هذا هو الفيسبوك تاعي، هذا هو. هذا هو. داكور مدام. بون مدام تقدري تروحي دوكا، حنا المعلومات تاعك راهم عندنا، لو طون اللي نعيطوا لك تقدر تدخل من مصلحه مكافحه الجرائم. يعطيك الصحة. لا مزيان يعطيك الصحة، بقى على خير. في هذا الجانب وفرت المديرية العامة للأمن الوطني الشروط اللازمة لتحسين أداء المهام في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث وفرت العتاد والوسائل التقنية لتسهيل مهام المحققين، هذا من جانب. ومن جانب آخر سمحت لأفراد الفرقة المتحصلين على شهادات في ميدان الإعلام الآلي وتقنيات الإعلام الآلي من إجراء دورات تكوينية سواء بالتراب الوطني أو خارج التراب الوطني في التخصصات التي تسمح لهم بمسايرة هذا النوع الجديد من الجرائم مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال عقدنا هذه الجلسة جلسة عمل افون دو باسي على لاكسيون. دوك كاين واحد النقاط راح نطرقوا عليها باش علاه تكونوا واعيين بنوعية المهمة اللي راح تخدموها برا في المكان المقصود. اون فوا سير بلاص حمزة راهين فيصل تكونوا على الانتيريور دو سيبر. اوكي الزميل تاعكم مصطفى يكون اون دور. اون فوا يشوف الهدف تاعنا خرج من العمارة ودخل عندكم للسيبر، il faut pas l'arrêter, il faut le laisser connecter باش نحكموا في حالة تلبس. une fois يدخل الكونت يبدا يستعمل في الحساب الالكتروني لو يهدد به ضحية سير بلاص والاريت. زيد حاجة كاينة نقطة ثانية، une fois توقفوا الشخص هذا il faut le palpier على حسب المعلومات اللي عندنا، تقول بلي عنده سامسونج جالاكسي مخبيه يستعملوا في الفترة الليلية وراهم مخبيه فيها الصور تاع الضحية.
معناتها راح يكون عندنا الى ان شاء الله تمكنا من ايقافه راح نلقاو عنده دليل مادي بحوسه اللي راح يديروا في هذه القضيه. معناتها كيدخلوا للسيبر كل واحد فيكم يحكم un poste il se connecte comme un citoyen lors de l'arrestation avant de l'arrêter il faut mettre les gilets il faut mettre le gilet وقفوه سي بون vous me donnez le temps باللي الشخص المشبوه اريتي ودخلوا به المصلحه باش يكملوا التحريات. كسؤال حضرت سي بون مفهوم المهمه اتكلوا على ربي. أفادت التحقيقات بأن الهاكر كان يستعمل مكانين للقيام بالتهديد: بيت الجاني والذي لم ترد إيقافه بداخله بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لأن الجاني يقوم بتغيير الاي بي كل 3 دقائق. مقهى الانترنت. فبعد التتبع الدقيق واستخدام أجهزة تكنولوجية متطورة تم معرفة مكان المقهى والذي لم يكن بعيدا عن بيت الهاكر، مما استلزم تكوين فرقة تدخل سريع للقبض على الهاكر متلبسا بالجرم. المهام المنوطة بفرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية وهي التحري والتحقيق في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث نقوم بتلقي الشكاوى من طرف الأشخاص الطبيعيين وهم مواطنين على كل حال. ثانيا هناك الأشخاص المعنويين مثلا المؤسسات والشركات وما إلى غير ذلك. ونظرا لاتساع وانتشار هذا النوع الجديد من الجرائم أصبحنا نتلقى يوميا العديد من الشكاوى بمختلف حيثياتها وأشكالها، وتأتي على رأس هذه الجرائم جرائم القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة التي يتعرض إليها المواطنون بكافة الأعمار والجنسين، يعني من ذكور وإناث. من جهة أخرى أيضا نقوم بالرد على طلبات العدالة أو تعليمات العدالة اللي هي الأوامر القضائية، بالرد على الإنابات القضائية أو التعليمات بفتح تحقيقات في هذا المجال. حمزة 1 حمزة 10 ترانسميتي حمزة 1. أعطيني الوضعية والحالة عندك في المكان. نعلمك حمزة 1 رانا سير بلاص لي زيليمون كيما وصيتنا. شوفوا بقاو ترقبوا عن بعد ايفوا الهدف يبان وخليه يدخل للسيبر كافي. laissez le connecter et après vous l'arrêtez carrément. Très bien réussi حمزة عافو. Une fois arrêté, Vous me donnez le top. Après l'arrestation, vous me donnez le top. Hein. Très bien réussi. واصل. تم تطويق مقهى الانترنت بأعوان شرطة بالزي المدني داخل وخارج المقهى لترصد حركة الهاكر. كمال او جاي لوبجيكتيف ولا باش يمزقرونا. هو ولا باش يمزقرونا او تخلي. يدخل الهاكر للمكان المقصود، لا يتم إلقاء القبض عليه إلا بعد تشغيله للحاسوب والتأكد من صحة الاي بي ليقع أخيرا في الفخ.
تم إلقاء القبض عليه متلبسا، وللتأكد من أنه الهاكر المقصود قامت مصالح الأمن بالتحقق من هاتفه المحمول الذي كان يستعمله في ممارسة الاختراق. حمزة 10 في الحمزة 1. ارسل في الاستماع. حمزة 1 نعلمك الشخص هذاك لوبجيكتيف تاعنا رانا وقفناه ورانا توجهين به المصلحة. طريبة يعطيكم الصحة. لا تدخل بها ديريكتوم للمصلحة. واصل. من هذا المكان تم إلقاء القبض على الهكر بعد التتبع الدقيق لمصالح الأمن الوطني في مدة لا تتجاوز اليومين، متلبسا بتهمة الدخول الغير شرعي لمنظومة معلوماتية متبوعا بالتهديد والابتزاز. عالجت الفرقة بتاريخ اليوم قضية حيث تبين بأن هناك شخص قام عن طريق الغش بقرصنة حساب إلكتروني لامرأة تقدمت على مستوى الفرقة أين تم تلقي شكواها، حيث وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا قمنا بفتح تحقيق في هذا الشأن، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية وجود حساب هذا القرصان الذي قام بالاتصال والتواصل مع الضحية بعد أن قام بتهديدها وابتزازها بالحصول على الأموال مقابل عدم نشر صورها التي كانت مخزنة بألبوم الصور بحسابها الإلكتروني. من جانب آخر تم يعني بعد الإجراءات والتحريات الميدانية قمنا بتحديد المكان تواجد الشخص القرصان، حيث تبين أنه كان يرتبط بشبكة الإنترنت من موضعين. المكان الأول وهو مقهى الإنترنت متواجد بحي شعبي، كما كان يستعمل الطريقة الثانية وهو الارتباط بشبكة الإنترنت باستعمال هاتفه النقال. ولهذا تنقلت عناصرنا إلى عين المكان أين كان يتم الارتباط بشبكة الإنترنت بداخل مقهى الإنترنت، ومن خلال عناصرنا التي كانت بالزي المدني المتواجدة داخل مقهى الإنترنت، وبعد يعني بالتنسيق مع صاحب المقهى تم تحديد المكان أو الجهاز الذي كان يستعمله في التهديد والابتزاز تجاه الضحية، أين قامت عناصرنا بإيقافه وتم حجز هاتف النقال الذي كان أيضا يستعمله في تهديد الضحية، أين تم تحويله على الفور إلى مقر المصلحة لاستكمال التحقيق والتحريات مع هذا الأخ. وضع الصور الخاصة بالحياة الشخصية أو معلومات سرية في العالم الأزرق يشكل تهديدا مباشرا لصاحب الحساب، فلذلك وجب أخذ الحيطة والحذر في التعامل معه. وفي الآخر ننصح كامل البنات العازبات المتزوجات، نقول لكم ما تحطوش صوركم في فيسبوك، تصاور سي دونجورو في فيسبوك تاعك تاع عرسك تاع ما تعرفي وش يديروا بهم. هذا وش ننصح البنات.